أكيد يعني التغطية أكيد إحنا كعنصر نسوي ولا صحفيات يعني ضروري أننا نديروا التغطية لهاد كأس العالم للسيدات، خصوصا هذه كتبقى أول مشاركة ديال المنتخب الوطني المغربي في هاد كأس العالم. وأكيد حيت حضرنا أيضا المنتخب الوطني المغربي في قطر وكان الإنجاز التاريخي، فأكيد غادي نكملوا إن شاء الله مع المنتخب النسوي اللي كما قلتي كنتمناو ليه أيضا هو مشاركة مزيانة إن شاء الله. كما كانت اليوم قبل قليل يعني الندوة الصحفية اللي كان فيها كل من الناخب الوطني رينالد بيدروس وكذلك غزلان الشباك. أكيد يعني الحظوظ كتبقى ما نقدرش نقولوا متساوية مع المنتخب الألماني، لكن هناك يعني واحد تحفيز من رينالد بيدروس وكذلك غزلان الشباك، ويعني واثقين في الحظوظ ديالهم. كيقولوا بأن المنتخب الألماني كيبقى أكيد من أقوى المنتخبات في هذه النسخة، منتخب اللي يعني فاز بهذا اللقب العالمي مرتين متتاليتين، فاز بألقاب عديدة كثيرة من الدوري الأوروبي. لكن كما قال رينالد بيدروس أيضا المنتخب المغربي هو بدوره حضر لهذه المسابقة العالمية جيدا منذ 12 من يونيو، وما يعني في معسكر إعدادي خاضوا العديد من المباريات الودية. أيضا التجربة ديال اللاعبات ديال المنتخب الوطني المغربي اللي محترفين برا، نعرفوا يعني روزيلا عيان لاعبة توتنهام، أكيد أيضا اللاعبات الجيش الملكي بدورهم خدوا تجربة كبيرة، فأكيد المنتخب المغربي عنده حظوظ كبيرة في هذه المباراة. وكما قال بيدروس المهم هو تحقيق نتيجة إيجابية، لأنها كتبقى المباراة المفتاح، أي مباراة مفتاح فالهدف ديالها هو تحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل، وإن شاء الله أكيد نتفاداو غير الخسارة وإن شاء الله يكون الخير إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.